الحقيقة ما يجري الآن من إعمار في نادي الكرخ أنا أعتبره هو ثورة إعمار يعني. سواء كانت الإدارة السابقة أو الإدارة الحالية كان هدفهم هو الإعمار، ولكن كان المال هو العائق الوحيد اللي يقف يعني حائل من لإجراء الإعمار. الآن بعد دعم وزارة التربية حقيقة والدعم اللي قدمته وزارة الشباب والرياضة بدأت ثورة الإعمار هاي في النادي، وكانت من أولويات الإدارة الحالية هي أن يبدأ بمرافق النادي وملعب النادي وقاعات، يعني كل ما موجود هو بالنادي. إضافة لهاي حقيقة كانت هناك مساهمة من أبطال الحشد الشعبي هذا العظيم اللي الناس تتصور أنه يعني قد يحتاج العراق في الحروب فقط. لا، الحشد الشعبي هو الذراع اليمين للعراق، سواء كان في الحروب أو في عمليات الإعمار. ساهم مشكور، وإحنا نشكر قادة الحشد الشعبي والجهد الهندسي بالحشد الشعبي. يعني قاموا بمساهمة هي قلع أرضية النادي بالكامل ومن ثم إكسائها. وطبعا إدارة النادي والمكتب الإعلامي يعني يقدم الشكر الجزيل لهؤلاء للحشد الشعبي الكبير. نبدأ من موضوع الملعب. الآن الملعب هو كان من أولويات إدارة النادي حقيقة، ولكن مثل ما قلت لك المال كان عائق. الآن بدأ العمل بالأرضية اللي هي كانت أساسا هدف النادي. والآن بدأنا بعمل المرشات، تصريف المياه، قلع الأرضية، زراعتها من جديد، بالإضافة إلى القاعة المغلقة، بالإضافة إلى قاعة التايكواندو، بالإضافة إلى مكاتب النادي. لذلك شوف الإعمار شمل كل النادي من دون استثناء، وهذا ما إجا من فراغ، وإنما من جهد الإدارة ومن دعم وزارة التربية ودعم وزارة الشباب والرياضة. حقيقة يعني وزير التربية، معالي وزير التربية السابق، يعني الرجل ما قصر مع النادي ودعم النادي بشكل كبير، وما نأمل أيضا من الوزير الحالي. وبحسب يعني المعطيات انه هذا الوزير الجديد يعني ايضا ينظر للرياضه بمنظار خاص، ولذلك ما نتمنى من عنده ان يستمر هذا الدعم حتى يكون النادي بحاله استقرار من حيث النتائج، من حيث الاعمار. واحنا هذا ما نأمله من الوزاره، وما اعتقد راح تقصر وزاره التربيه او كل وزاراتنا بالنسبة لأندية المؤسسات. يعني واحدة من الاتفاقات مع الاتفاق اللي حدث مع الوزير السابق أو مع الوزارة عامة هو أنه الوزارة تدعم ماليا شرط أن تعاد كل ألعاب النادي، ولذلك فإن الإدارة وفت بهذا الاتفاق مع الوزارة وعادت اليد. وبالمناسبة احنا ليس اليد والسلة والقدم فقط، عندنا ملاكمة، عندنا تايكواندو، عندنا ألعاب كثير من الألعاب. لذلك هذا كان اتفاق مع الوزارة بإعادة الألعاب، وفعلا بدينا الآن فرق يعني أنا أتمنى وأتوقع لها المنافسة، يعني المنافسة القوية بالنسبة للدوري الممتاز. طبعا نادي الكرخ معروف اسم في العراق، معروف هو. بالنسبة للعبات الفردية احنا هنا لعبة الجودو والتايكوندو والملاكمة. احنا طبعا هسه الإعمار الموجود في الجودو تدري قاعات كلها تأهلت للبطولات الجديدة للسنة القادمة، فإن شاء الله احنا ترمم القاعات مالتنا واحنا مستعدين للبطولات السنة الجديدة إن شاء الله، وإن شاء الله ننجز إنجازات زينة للنادي الكرخ. طبعا اللاعبين صار عندهم فرق، تدري تجديد القاعات، النادي بدأ يتجدد، اللاعبين بدأت تجي هسه إقبال على اللاعبين إن شاء الله. يعني أكو خير للتغيير كامل بالنسبة حتى بالتبليط هذا. ونشكر مثل هم الجهد الهندسي هم هسه بواسطة المدير مالها علي الكوفي، ونشكر هم آمرية الحشد هم مديرها سيف زين على هذا الآليات وتنظيف وتبليط. فإن شاء الله هذول هم اخوتنا مو بس بالحشد بالجبهة، هم نشوفهم بالنادي ويانا واحنا كلش فرحانين بهذا الانجاز والعمل. ان شاء الله نادي الكرخ
كله هسه بدا يشتغل صحيح، الحشد والرياضيين والشغلات، وان شاء الله باقي الثمره الانجازات مال البطولات مال الجودو والتايكوندو وكره اليد هسه كله بالتطور بالصحيح، لان مشت الاليه نريدها احنا والصحيح. نحن كقرار هيئة إدارية رجعنا فريق السلة واليد اللي تعتبر هم تاريخ نادي الكرخ، وتاريخ الكرخ يبدأ في كرة السلة وكرة اليد، عدا فريق كرة القدم بعد تتويجنا ببطولة كأس العراق والنتائج الإيجابية. نحن كنادي كرخ حافظنا على أغلب لاعبينا اللي موجودين في فريق كرة القدم، عدا قوقية ومناف اللي يعني انطيناهم فرصه، يعني كقرار هيئه اداريه انه انطيناهم فرصه للاعبين المنتخبات، واصبحت اسعارهم غاليه مثل ما تعرفون، بس اجتنا عناصر ايجابيه، عناصر شابه. احفظوا اسماء، يعني نهايه الموسم راح يطلعون حوالي من 6 إلى 8 لاعبين ايضا ايجابيين جدا ولهم موقف في الدوري العراقي القادم. فيما يخص فريق السله واليد، عدنا الحمد لله، يعني استقطبنا مدرب بوسني على مستوى عالي جدا، استقطبنا في فريق كرة اليد مدرب مصري على مستوى عالي جدا، الا انه تعرفون احنا بما انه عندنا متاخرين فاغلب اللاعبين احنا سنتين تاركين الفريق، فان شاء الله نتامل على المرحله الثانيه نعيد نتائج فريقنا اضافه الى باقي الالعاب الفرديه، هذا فيما يخص الفرق. اما كدور هيئه اداريه انه كنا خلينا 50 الى 60 واحيانا راح نوصل ل 70% من جهدنا على البنى التحتيه، ومثل ما انتم تشاهدون حاليا استغلينا فتره التوقف الدوري، بدينا في ارضيه الملعب اللي دائما نحن كل ما يعني فتره شتويه يصفر الملعب، فكان قرار من الهيئه الاداريه انه نسلمه للشركه، واليوم مثل ما عشون بدات اجراءات الشركه بشبكه صرف صحي ومرشات ان شاء الله بعد يومين، قشط الثيل، زراعه نوعيه جيده ايضا لبذور الثيل. مشكورين كوادر وزاره الشباب، يعني متمثله بالمهندس مهند الجراح مدير ملعب كربلاء، انه سخرنا جميع امكانيات الوزاره. اما فيما يخص القاعه المغلقه، يعني انتم مثل اذا حاليا راح تشوفوها قاعه ارضيه على اعلى مستوى عالي، يعني بالتعاون مع فيفا الاتحاد العراقي المركزي لكره اليد، انه كملنا القاعه، المنازع، الاناره، قاعه جيده جدا، يعني احنا هذا تليق بنادي كرخ ايضا. اضف الى ذلك العاب الفنون القتاليه، ايضا قاعه الفنون القتاليه الجودو والتايكوندو، بالاضافه الى الفي اي بي، الاناره حاليا المولده بديت، واذا دخلتوا حاليا الملعب الارضيه كلها تبليط، راح نخلي مقرناط مع يعني تشجير. اهتمامنا يعني بنادي الكرخ نحن نحوله الى نادي رياضي على المستقبل الاجتماعي. اضف الى ذلك عندنا خطه مستقبليه، يعني نعمل استثمارات بالنادي، عندنا فضاءات واسعه بالشراكه مع وزارتنا العزيزه وزاره التربيه، بعد عوده العلاقه الايجابيه مع وزاره التربيه ان شاء الله تعالى، انه النادي عازمين على عوده امجاده سابقا، وكهيئه اداريه يعني برئاسه الاستاذ كريم حمادي انه عازمين ان شاء الله نهتم بالبنيه التحتيه. نادي الكرخ نادي كبير في منطقه الكرخ، في منطقه المنصور، يستحق لنا كل هذا الاهتمام، وان شاء الله تعالى يعني نطلع بنتائج ايجابيه ان شاء الله. والله اولا يعني نحن عندنا قسم نادي الكرخ الرياضي تابع لمكتب الوزير وزير التربيه، وبرئاسه كابتن شرار حيدر، يعني هو رئيس قسم حاليا. الوزاره داعمه بقوه لنادينا، حاليا طلبوا من عندنا موازنه عام 2023 كتعاون فني، ايضا متعاونين مع مديريه عامه التربيه الرياضيه، بطولات المدرسيه، بطولات البنات بنين ساحه وميدان، بطولات راح ان شاء الله بعد ما كملنا القاعه بطولات الخماسي بنين وبنات، متوسطه اعدادي ابتدائي، ايضا سله بنين وبنات، كلها ان شاء الله تعالى نحن كتعاون مع وزاره التربيه، تعتبر هذا الصرح لوزاره التربيه يعني اقامه البطولات المدرسيه والمهرجانات الكشفيه ايضا، يعني عندنا مضمار كبير جدا، وانتم يمكن لاحظتوا يمكن غطيتوا كقناه عراقيه، يعني ختام بطوله كاس معالي الوزير كان على ارض هذا الملعب ان شاء الله. باشرنا ان شاء الله برفع الانقاذ وفرش ماده السبويس، وان شاء الله هسه بعد الحديث راح ان شاء الله نباشر بكساء ماده التبليط. الكناري مر بمحطات التعب والإرهاق، لكنه وصل إلى حديقة النجاح بإرادته القوية وعزمه الكبير ليكون فعالا بخارطة رياضتنا العراقية من خلال البنى التحتية الجديدة الخاصة به. من نادي الكرخ، زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.